السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية. وإن شاء الله هذه النشرة الجوية اللي غتكون خاصة بتوقعات أحوال الطقس بالمغرب، والتي نستهلها إن شاء الله بتحليل لصورة النموذج الأوروبي OCMWF 9 كيلومترات وآخر التحديثات ما تحمله إن شاء الله سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو. فما عليكم إلا متابعة هذا الفيديو من البداية إلى النهاية، وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايك، جزاكم الله. وبالنسبة لتوقعات الحالة الجوية لهذه الليلة، أجواء باردة إن شاء الله مع مرور سحب منخفضة بالسواحل الأطلسية، وكذلك هبات رياح إن شاء الله بالجهة الشرقية. وبالنسبة ليوم غد الأربعاء، فيرتقب بمشيئة الله أن تتغمم الحالة الجوية بدءا من الفترة المسائية مع منخفض أطلسي إن شاء الله قوي، خاصة بالمناطق الشمالية، وأمطار إن شاء الله الخير بدءا من 11 إن شاء الله من صباح يوم غد، حيث تشهد إن شاء الله كل من طنجة وأصيلة والعرائش والزاد تبوذا كامنة للامي منى سيدي عدلة التازي والرباط، وكذلك بالدار البيضاء والجديدة، حيث تعرف إن شاء الله بداية تساقطات مطرية خفيفة. وبالنسبة للفترة المسائية وبعد الزوال، سوف تعرف بلادنا إن شاء الله تشكل عواصف رعدية وسحب غير مستقرة مع أمطار إن شاء الله غزيرة، حيث تشهد طنجة وأصيلة والعرائش وتطوان وشفشاون والساقن وتابوذا وزان، قرية بومحمد وسيدي سليمان وكامنة، كذلك بالجهة الشرقية ببركان وجدة، وكذلك بجرادة وعين بني مطهر، وكذلك بعاطف وطاط الحاج وتشينديت وميسور، وكذلك إن شاء الله بني تجيت وقرامة والريش وميداج وتونفيت، زاوية شيخ وبني ملال وأزلال، كما تهم قلعة السراغنة وأكيمدن وأمزميز وإمنتانوت وأي داود، كما تمتد هذه التساقطات المطرية إن شاء الله إلى تارودانت وأكادير وأيت باها، وكذلك بلفاع وتيزنيت، وقد تصل حتى مدينة سيدي إفني، مع أجواء دائما مستقرة وصافية بأقصى أقاليمنا الجنوبية. وتوقعات يوم الخميس تشير بإذن الله إلى تمركز منخفض أطلسي عملاق غرب البلاد. نتمنى إن شاء الله أن تتحسن هذه الاضطرابات الجوية وتدخل إلى بلادنا، حيث أنها في البداية تقتصر على السواحل الأطلسية بدءا من طنجة وكذلك أصيلة والعرائش، وقد ترافق هبات رياح قوية إن شاء الله، كذلك بابن منصور والرباط والصخيرات والمحمدية والدار البيضاء وبسكورة البير جديد ولاد عبو ولاد فرج جديدة سيدي عابد سيدي بنور زمامرة الوالدية مول البرقي والبدوزة أسفي جمعة سحيم، كذلك بسبت قزولة وإن شاء الله بالصويرة وحتى تاركنت وإمسوان وتمري، وكذلك أمطار الخير مرتقبة بأكادير إن شاء الله أمطار خفيفة، مع أجواء مستقرة وصافية بأقاليمنا الجنوبية وكذلك بجنوب الشرقي من البلاد. الفترة المسائية من يوم الخميس تتميز إن شاء الله بتساقطات مطرية على السواحل الأطلسية، حيث تمتد هذه التساقطات من الصويرة حتى آسفي وخميس ولاد الحاج، وكذلك إن شاء الله والدية ومرورا بسيدي بنور واليوسفية ولاد فرج، كما تهم أمطار خفيفة سطات برشيد والقارة، أمطار مهمة ببن سليمان دار بيضاء والجديدة والرباط، يعرف إن شاء الله تساقطات مطرية خفيفة، كما تهم قطرات مطرية سيدي علال تازي، وعواصف رعدية إن شاء الله مرتقبة بتطوان والشفشان طنجة أصيلة والعرائش، هذا مع أجواء دائما مستقرة بأقاليمنا الجنوبية. وبالنسبة للفترة المسائية إن شاء الله وصبيحة يوم الجمعة، فتتميز إن شاء الله بتشكل هذا المنخفض العملاق غرب البلاد قريبا من بلادنا. نتمنى إن شاء الله أن يدخل إن شاء الله هذا المنخفض وتعم أمطار الخير معظم أرجاء البلاد، وإن شاء الله أمطار الخير قادمة حسب التوقعات البعيدة المدى. بالنسبة ليوم هذه بداية المنخفضات مشاهدينا الكرام. بالنسبة ليوم السبت، فنلاحظ إن شاء الله هذا المنخفض بدأ يضعف إن شاء الله، حيث يهم إن شاء الله مرتفعات الأطلسي الكبير والمتوسط وشمال شرق أقاليمنا الجنوبية بدءا من الفترة المسائية من يوم الأحد، وتساقطات مطرية إن شاء الله قوية مرتقبة
بكل من وجدة وتوريت وأوطات الحاج وكيكو والرشيدية مع تساقطات ثلجية بتبانت كما تهمتين غير إن شاء الله وزاكورة وفمزقيد تساقطات مطرية مهمة. وبالنسبة ليوم الاثنين القادم إن شاء الله فنلاحظ أن الأجواء أصبحت مضطربة إن شاء الله، حيث نلاحظ ضعف المنخفض المرتفع الآزوري مع دخول إن شاء الله تيارات هوائية باردة على بلادنا وأمطار إن شاء الله من درجة يقظة اللون أحمر خاصة بهذه المناطق، حيث تشهد إن شاء الله الرباط وكذلك إن شاء الله سالة وصخيرات وعين عودة وتيفة والمحمدية والمعازز والرماني والخميسات وآيت يادين وسيدي سليمان كما تم كاملة سيدي علال تاسيتا وناتا بودا وزلالة من شفشاون أصيلة تساقطات مطرية قوية وهبات رياح إن شاء الله تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة ليوم الثلاثاء استمرار تساقطات مطرية إن شاء الله في توقعات الأيام البعيدة المدى خاصة يوم الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله احتمال نزول أطلسي جديد على بلادنا وتساقطات مطرية مهمة إن شاء الله بوجد الناظور حسيمة باب برد كما تهم تورير تازا فاس كيكو سيدي سليمان الرباط خنيفرة خريب قاسطات الجديدة وأسري. مشاهدينا الكرام كان هذا آخر تحديث للنموذج الأوروبي، وفي النهاية أشكركم على المتابعة. ما تنساوش الاشتراك الدعم ديالنا بلايك وتفعيل زر الجرس على الجميع باش توصلوا بأي فيديو درناه حول حالة الطقس ببلادنا. شكرا.